يعني انتوا بتوصلوا لمرحلة انه احنا رجوع يعني نشحت ولا كيف؟ ماني فاهمة. اكثر من كده خلاص. ورانا مسؤولية بيت وحياة ومدارس لا تقولي لي ما في ناس عايشة من التيك توك، لا احنا عايشين من التيك توك. طب ايش ما تبغى؟ عندنا أي وظيفة ثانية حقيقي والله. يعني ترك السعودية جاية مصر عشان ايش؟ اترفه يعني؟ اكيد طالعة عشان خارج انه ما عندي حق الرسوم. اكيد لو عندي حق الرسوم اصلا اني ما طلعت كنت قعدت فيها، كان مستحيل ولا 1%. لو كان عندي حق الرسوم مستحيل كنت اطلع من السعودية. ايش جابني مصر؟ لو كانت بلدي كويسة كنت رحت بلدي. اهو انتم اهل بلدي قاعدين تقذفوني بشرفي. ما اعرف انتوا ليش قاعدين تسووا كذا معانا، ما اعرف. حياتنا كلها دمار. حياتنا بنفسها كلها خربانة. بالله طلعنا من بلدنا اللي نعزها مرة بصمة مرحل بسبب الرسوم. ما قدرنا ندفع الرسوم فاضطرينا نخرج بالطريقة هذه وجينا مصر. لقينا الوضع هنا مرة سيء. حسبي الله ونعم الوكيل. نبى نروح مكان تاني بنعيش في بلد تاني ما في حد يقدر يستقبلنا. جوازنا افتحي التعليقات، حيقذفونا افتحي حيسجنونا. عشان الناس تشوف السب. شوفي الحين السب كيف حيقذفونا بشرفنا. واللي حيكتب تستعطف واللي حيكتب سبة البلد يتبلع افتحي علينا. افتحي التعليقات خلي الناس تشوف. حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص آذانا. ها شايفين؟ شوفوا التعليقات بس، اقروا التعليقات بس. شوفوا اقروا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الله ينتقم منكم يا رب. أي إنسان في شرفي الله ينتقم منه يا رب. حتى بنتي ما رحمتوها، حتى بنتي أذيتوها وقذفتوها بشرفها. ما أسامح أي أحد كتب لي تعليق سلبي في يوم. والله عمري ما راح أسامحه. لو تترجوني أسامح ما أسامح أبدا.